زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين وصلوا يوم أمس إلى مدينة الحسين الطبية بعد إصابتهم جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وجه بتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية لهم. وأكد نائب جلالة الملك خلال الزيارة حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم وتقديم العون الطبي والإنساني لهم. ويرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية 6 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين تعذر تقديم الخدمة الطبية لهم في المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة جراء إصاباتهم البالغة، من بينهم امرأتان وطفلة، وذلك ضمن الدفعة الأولى التي ستتلقى العلاج اللازم في المملكة. وثمن ذوو الجرحى زيارة سمو ولي العهد إلى أبنائهم وإخوانهم الذين يرقدون على سرير الشفاء، معبرين عن تقديرهم للكوادر الطبية الأردنية المشرفة على الحالات وما وجدوه من خدمات ورعاية طبية مميزة. في أي شيء هذه السيدة حامل وتعرضت إلى جرح طويل، أجري لها اللازم امبارح، واليوم عملوا لها كمان اللازم الدكتور صلاح وزملائه في دائرة الجراحة. سلام كيف الصحة؟ سلامتكم والله، خليكم يا شيخ، يعطيكم البركة. احنا بنشكركم كثير والله من كل قلب صدق وامن بالله اللي جبتوهم وعالجتوهم. بعلم الله احنا معكم بس في أي شيء. الله يخليكم يا شيخ، الله يفتح البركة فيك، الله يسلمك ربنا، يعطيكم الصحة، يخلف